تحدوه البشر كلهم صاروا ضده بالهوى والله صاروا، ولا همه حبيبي ومهما كانوا الناس ضده تحداهم وحط ايدي بيده، ولا همه حبيبي. أبيك وما أبيهم، أبيك وما أبيهم، ما أبيهم ما أبيهم، أبيك وما أبيهم، ولا غيرك سكن قلبي وعيني، حبيبي عود لي. مساكم الله بالخير، واخيرا شفناه على التلفزيون بمقابله. مساك الله بالخير ابو سليمان. مساك الله بالنور، نورتنا. مشكور. شكرا على الدعوه الكريمه، واشكر القائمين على البرنامج وحضورنا الكريم ما شاء الله عليهم. وفعلا اول مره صحيح. ساعة مباركة. شنو سر غطتك عن المقابلات؟ والله ما ادري انا، يعني مو مقصوده كثر ما هي الوقت سريع ويركض، واحنا بشغلنا يعني في له خصوصيه، وياخذك من الناس ومن الاصحاب وحتى من اهلك احيانا بالسفر، فوقته كبير، يعني تقضي وقت طويل انت عشان تنجز هذه الاعمال. في ناس يمكن يتخيلون انها هي سهله وسريعه، بس هي تاخذ وقت. فعلى ما تاخذ هذا الوقت وتنجح وتكون انت يعني دائما انا اجل اقول خلنا اصير ملحن فعلا عشان اطلع للناس، خلني انطر العمل الجاي انطر، وركضت السنين والله يا حمد. يعطيك العافيه. اي الحمد لله. هذا ما يعني اني كبير، انا يعني اخر العشرينات تدري. على اخر العشرينات عفت انت قريت السي في لك طول العمر بسليمان. الله يسلمك. البارحه انا كنت عند بسليمان في الاستديو، فرن تليفونه. عادي اقول السالفه ولا لا؟ قول. انا دام شفت سالفه دائما راح انقلها لكم. رن تليفونه، السلام عليكم ولا ام حنين. انت قاعد تصيوخ يعني نوال والعروضي غير. اي كان يقول لها ان شاء الله ليالي العمر خلاص، ليالي العمر بعد شوي دعايه هذه. ام حنين طالبه مطعم اسمه ليالي العمر، يعني حتى مطاعمهم رومانسيه. عارفه قلت ليالي العمر شنو هالمطعم؟ عذاري فلافل. شنو القصه؟ ايش فيه الفلافل؟ حلو بس حتى مطاعمكم رومانسيه بس جبت لها الفلافل اهم شيء. يتلاقي لحقنا عليه مصك. الحمد لله الحمد لله. يعطيك العافيه. والله احنا اكلنا بسيط، وعشان الشغل احيانا بعد يعني الغداء مهم، الغداء اساسي. أي. بس هذا تالي الليل والعشاء لازم يعني طول الوقت ونشتغل ونسهر احيانا، وهي بعد حالها حالي يعني. عليها طباخ ما شاء الله محنين. روعه. شنو اكثر طبخات تسحبها من ودي اعزمكم بس. ايوه كان زين. كم يوم. يعطيك العافيه. ابو سليمان على طاري الاكل ما الاكل، انا شفت وايد بوستات لك في تركيا وفي مطاعم التركيه وغيرها. صحيح. بس ما صار لك فتره مو رايح تركيا. اي والله انا الحمد لله رجعت، صار لي تقريبا يعني ما كملت السنه. أي. رجعت الكويت ونويت يعني استقر في الكويت. غبت تقريبا 7 سنين، والعيال كبروا وصار في يعني مسؤوليه ودراسه ومتابعه. والعجيب اللي صار لما رجعت الكويت، انا يعني كنت متصور اني بكمل اسجل برا الكويت. اي. تفاجأت في شباب بالكويت روعه. نفس يعني منو كنت تسمعهم كتسجيل؟ والله وايد، يعني طبعا في اساتذه، انا اتكلم عن موزعين موسيقيين. اي. في طبعا عندنا من قبل اساتذه وايد نفس عمار البني، بشار سلطان. صح. بس مؤخرا في اسماء يعني تغنيني عن السفر بصراحه، ونقدر نسوي معها اجواء يعني نفس اللي نسويها برا. بس الناس حبت الاشياء التركيه اللي سويتها، خصوصا اللي اشتغلت فيها كتوزيع مع نوال من عبد المجيد. صحيح. هي تصير فتره، احنا يعني انا اتكلم عن شغلي، في كل فتره اغير المكان اللي اشتغل فيه عشان اغير الصوت. فهمت. تغيير الصوت يعطيك استمراريه ويعطيك يعني تنويع، يعني يعطيك بوش ان انت تكمل وتالف وتدور اشياء جديده. وبعد تركيا وين حدت؟ الحين الكويت، يعني قلت لك الشباب انا اشتغلت في افتتاح دار الاوبرا.
احب اوجه بعد يعني تحيه شكر للي رشحوني للعمل اللي هو اخوي احمد دوشي. نعم. واشتغلت مع شباب كويتيين. انا حضرت الافتتاح. خليني اقول اسمهم لا انسى. الاستاذ الدكتور عدنان عبد الله ووليد سلطان، فنانين بصراحه يعني فنانين. وساعدوني وايد. انا حضرت الافتتاح مع دار الاوبرا، المدلي الكويتي والمدلي السعودي. نعم. شيء عجيب، شيء عجيب. لله. بس صدق وانا قاعد اقرا في التويتر على كثر ما الناس مستانسه على الميكس، بس كان في استفسار انه وايد اغاني خصوصا المدلي السعودي يمكن لان يعني عددهم اكثر كاستخدام في تويتر، قاعد يقولون ما شفنا اغاني مثلا حق عبادي الجوهر، ما شفنا كذي في المدلي. فشنو كان اساس اختيار الاغاني في الاوبريت؟ احنا اخوي حمد انت بعد يعني ما يخفى عليك الشغل في التحضير للحفلات هذه تحتاج وقت. صح. احنا كنا يعني كأنه في اختبار، اعطونا 3 أسابيع والضيف كبير الله يطول عمره جلالة الملك سلمان، ونبي نتميز احنا بالكويت لانه هو جايك من دول الخليج والكل احتفى فيه وقدم امور جميله يشكرون عليه، بس احنا الكويتيين هم نحب الميزه ونتميز. حلو. ففكرنا انا واخوي احمد دوشي ان نعيد فكره المدلي اللي سويناها بافتتاح الكويت وهديه للشعب السعودي يعني للحكومه وللشعب. سالسوا عليه عجبهم. النجاح كان يعني شيء لا يوصف. صح. انا ما تصورت يعني انه راح ياخذ الاصداء هذه كلها. فاحنا نعد الاغاني في نغم انت لازم يعني تتابعه في المدلي. لما تحط المدلي يا الجماعه هي الاغاني اللي مع بعض تربطهم انت وتقولهم، يصير في صياغ نغمي لازم انت مجبر يعني كقوانين صح تتبعها. فانا مو بايدي احط كل الاغاني ولا اعوذ بالله يعني ان شاء الله ما اقصد اني اتجاهل احد وهم فنانين كبار، بس هذه يعني هي هديه وهذا اللي طلعنا فيه والحمد لله. بس عجيب كان عجيب. اي الحمد لله. في ناس ترى ربطت اشياء، يعني مثلا سالوا مثلا ليش ما في اغاني حق عبادي او حق عبد المجيد، وردوا حق خلاف بينك وبين عبد المجيد. الخلاف سمعناه قديم بس للحين موجود هذا الخلاف؟ لا أبداً. لان شفته باركت لك بالتويتر. لا لا ما انا ما شوف التويت، الف مبروك يا مشعل على افتتاح دار الاوبرا، هذا من عبد المجيد. لا الحمد لله انا ما عندي اي خلاف يعني شخصي او على صعيد يعني احنا نختلف احيانا بشكل العمل، حجم العمل، وقت طرح العمل، اختلافات بسيطه تحدث بالشغل دائما، بس ان نختلف يعني لا. ايه هي اللي فتح الباب هذه يا حمد، باب السالفه انه ليش ما حطيت لاستاذ عبادي او صح. الاستاذ خالد عبد الرحمن. انا حطيت اغنيه لراشد الماجد يا سلامي عليكم. الله. انا يعني انت ما تقدر تقول حق الناس بعد كل يعني القصد منها ايه التفاصيل. انا بحطها عشان احيي رحمه الله عليه الاستاذ الكبير صالح الشهري الله يرحمه. فلقيتها مناسبه للصياغ اللحني اللي انا فيه، واحيي فيها الاستاذ صالح الشهري رحمه الله عليه. الله يرحمه. فيمكن هم ظنوا عشان شافوا بس اغنيه راشد من اليدد ليش ما حطيت، انا ما كان قصدي. بس احنا ندري انت علاقتك مع راشد وايد قويه كرفجه من ايام اول ما بلشت في شرم الشيخ. صحيح. لندن، نيس. صحيح. ترى احنا ما نعرف شيء عن مصر، راشد. البحرين، دبي. البحرين ترى ما نعرف شيء عن راشد. يعني انت اكثر واحد يقول لنا اسرار، انا لدرجه انه اسمع اغانيه عادي يقول لنا شنو شخصيه راشد؟ انا اعرفها منك. والله هي شخصيه طبيعيه ومرحه، وراشد انسان يمكن ما يعرف الناس وايد، انسان كريم وايد في يعني في للمحتاجين وللفقراء في العالم، يعني هو يسعى فيها وما يحب احنا نقولها بس هذه حقيقه. وهو شخص مرح ويحب الاغاني وذكي بصراحه، هو صياد اغاني درجه اولى يعني يعرف يختار الاغنيه الحلوه واللي يتميز فيها. حتى مو بس على الخليج، يعني انا اليوم مثلا لما تتابع برامج لبنانيه لما يجون يغنون خليجي في الستار اكاديمي وغيرها كانوا يختارون اغنيتك اللي انت ملحنها. صحيح. هي ويلي. صحيح. براشد، فحسيت انه هم رايح حق الجمهور العربي. عاد هذه ويلي احنا سويناها حق نوال. تصدق؟ نوال؟ اي والله، هي الاغاني فيها شرباكه عجيبه غريبه. يعني لو تعرف الناس يعني الاغاني اللي تغنت ونجحت كانت لمن وصارت لمن. اي والله ودنا نعرف. اي يعني شيء يشبه. ويلي كانت مالت نوال؟ شيء يشبه القسمه والنصيب. ان شاء الله نفرح بعرسك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله قريب. ان شاء الله. لا بعد يبيلي. شريت؟ لا اكثر. مثلا في روح الله حسيبك. روح مالت نوال. ايه كانت عند الاستاذ عبد الله رويشد ابو خالد، مسي عليه بالخير، وتاخر فيها. ايه يعني مو تاخر، احنا عندنا يعني سنه يعني وايد. ايه
فراحت لنوال. فراحت لنوال، وهو يعني سمح ان نوال، طبعا ادبيا كلمت نوال وطلبت منه الاغنيه ما يصير بينهم خلاف ليش غنيت اغنيتي او ضربت وكذي؟ لا لا لا، لان التبادل هو بين الطرفين، يعني انت اليوم تبي مني شغله عندي انا، وباشر انا ممكن احتاج شيء منك بعد، يعني فهي يعني بالعكس. يعني يمكن في اغنيه زعلوا بس ايش دراك؟ هذه يقولها ولا لا؟ قولها. اي اغنيه انا بعرف. طمني بس. مالت رويشد. طيب كانت عند الاستاذ عبد المجيد عبد الله، نوجه له تحيه كبيره ابو عبد الله. ابو عبد الله ساكن بالخير. اي، كانت مع مجموعه اغاني، انت العزيز والعزيزه. هذا البوم العزيزه. كيف هذا البوم، البوم صعب. وكانه هو يعني حب انه ياجلها، لان في يعني الحان نازله، خلينا نخليها لبعدين. واختلفنا على هذه الجزئيه، لكن بالنهايه يعني هو يعني هو حبيبنا ويمون، فخليت الاغنيه عنده فعلا. حلو. دارت تقريبا سنه وسمعها الاستاذ عبد الله رويشد، وقلت له عاد انت اطلبها من عبد المجيد. اي فكني انا، انت اطلبها. وطلبها منه واعطاها اياها وغناها. طمني بس. وكانت الاساس حق رويشد. وين الزعل لا، كانت الاساس حق مجيد، حق عبد المجيد. اسف، ليش صار زعل يعني؟ ما ادري. ولا عتب مو زعل؟ اي ممكن عتب. لا ما يصل زعل. لا عتب. لا عتب. الاغاني ما تزعل، والاغاني الحلوه وايد، والاساتذه موجودين وايد يعني، والنجاح شايل الكل يعني. الله اللي نجح سبحانه ويرزق ويكفي الكل يعني. ما يعني تطوف هذه تيجي غيرها. الله يوفقك الجميع. انا راح اخذ منك اسرار الفنانين واغانيهم بس بعد الفاصل. يا ريت. اشرب معي. بالفاصل كان اسال بسليمان شنو الاغنيه اللي ممكن تهديها حق نوال من الاغاني اللي لحنتها بتاريخك الفني كله؟ قال لي عطني عودي وراح اغني لك اياها اهداء حق ام حنين. كل شيء فيك انت حلو، لا تقول وش فيني حلو، شعرك عيونك شفتك، كل شيء فيك انت حلو، انت حلو يا حلو، كل شيء فيك انت حلو يا حلو. يعطيك العافيه. العافيه. بس سليمان اليوم اللي قاعد يشوف الاغاني مو بس اللي انت قاعد تلحنها بشكل عام، قاعد يشوف كلهم خط واحد، كل اغاني عاطفيه، بس كانت لك محاولات في اغنيه سياسيه، عندك اغاني اجتماعيه، ليش الناس بس قاعد يعني او الفنانين بشكل عام بس قاعد يركزون على الاغاني العاطفيه عندنا بالوطن العربي يعني؟ يعني انا اتصور الانسان ارقى شيء يعني عنده وبحياته مشاعره، وهذه المشاعر ترتبط يعني بالحب، وخير الموصل لها النغم والشعر. فلما يلتقون النغم والشعر يعني تدري انت اللي يحب عنده طاقة غريبة، يمكن ما ينام، ممكن يضحي، ممكن يسافر، ممكن. فاتصور يعني تسليه وتواسيه. زائد ان احنا في الجزيرة العربية احنا عاصمة الشعر العربي، يعني احنا العاصمة مالت الشعر العربي. والشعر العربي هذا يعني اثر حتى في شكل الاغنية. انت الان شكل الاغنية يمكن ما يعرفوا الناس وايد، شكل الاغنية اللي في العالم الان اللي نغنيها كلنا، المقطع الاول، القصة اللي هي هذه اساسها عربي. يعني هم العرب هم اللي خلوا الشعر يغنى ويجرس وبقافية، وتتفاجأ حتى المدرسة، حتى الموسيقى الكلاسيكية هي جاية من علوم العرب والمسلمين ومن حضاراتهم. يعني أصل الموسيقى اللي قاعد نسمعها كلها الأغنية عفوا مو الموسيقى، الأغنية عربي طبعا. درست أنت الموسيقى أبو سليمان ولا هواية كانت؟ والله هي الموسيقى ما درستها، لأن يعني أنا حياتي كلها فيها. بعد لو دارسها خلاص خلاص ما حد شافني. عاد شنو دارس؟ أنا خريج رياضة، بكالوريوس رياضة. جيت انا بالكليه يعني واحنا نقدم الاختبارات. انا كنت لاعب مبارزه 20 سنه تقريبا، لعبت في نادي السالميه ووصلت منتخب الكويت ابشرك. فهذا اعطاني خيارين، انا بين خيارين،
اني انا ادرس الموسيقى وهي موهبه عندي، إيه؟ او اني انا مثلا يعني بيني وبينكم نظره المجتمع كانت من 25 سنه وهذا مختلفه عن الحين. ففضلت قلت انا الحين خلها هوايه وخلنا ناخذ هذه شهاده الرياضه، وانا رياضي اوريدي وبس وشت. زين منو علمك على الالات؟ يعني انت ما شاء الله تعزف عود؟ لا في قصه هي طويله. انا كنت في المرحله الثانويه، احنا في ثانويات المقررات كنا في ثانويه القرطبي، وكانت مدرستنا مميزه بالموسيقى بصراحه، وفيها اساتذه يعني انا تتلمذت على يد الاستاذ، اوجه له تحيه كبيره الاستاذ ابراهيم طاحون، وكنت اعزف آلة الكمانجا وانشهرت فيها يعني بهذيك الايام وانا عمري 16 بين المدارس وبين احنا نقعد مثلا نسمر ونغني فقال لي الله يذكره بالخير ويطول عمره يا مشعل صباك صباع سوء، يعني تقدر تسجل اغاني للسوق. طبعا هذا بالنسبه لي يعني ما اعرف وقتها، فبدا يحفظني هو المقامات الموسيقيه ويقري لي النوته وتعلمت. بلشت من الثانويه؟ ما قلت لك سالفتي في الثانويه؟ لا شقحت بابا. لا خذينا موسيقى. انا احب الطرب احب العود. رحت خذيت آلة عود، كان يدرسني الاستاذ جاسم الملا اخو الملحن الكبير سليمان الملا. والنعم. فاخر الكورس عقب ما ايس مني كان يقول لي حمد انا بعطيك باء بس لا تفكر تمسك عود مره ثانيه. بس ما والحلقه اللي طافت قاعد اقول حق عباد الجوهر قلت ودي اصير مطرب ابوي ما خلاني، ما ادري شنو قصتهم. تكتشفني فنيا؟ مع ان انا اكتشفت والله في مواهب عندك تريل بصوتك شيء تسمع الناس؟ سمعهم يا ريت. بنشوف الحين هل حمد يصلح يصير مطرب ولا لا. عموما يصلح المفاجاه اللي احنا مسوي لكم اياها، طبعا ابو سليمان تاريخه كبير، بس اختصرنا هالتاريخ ب4 دقائق بمدلي من اجمل الاغاني اللي لحنها الاستاذ مشعل عروي بصوت مشعل بصوت حمد. ان شاء الله تتقبلون. طمني بس من لهفتي ضاع مني الكلام، وبخاطري صمت وسلام عاتبيني كان يرضيك العتاب، وجرحيني كان جرحي لك دواء، شمعة الحب طفتها كفوف الليال، واستعادت مع الذكرى زمان بخير. ارجع يا كل الحب، وغيرتني بلحظات، ملكتني بلحظات، خليتني اشتاق لعيونك بلحظات، لكن انت يا عمري غير، طبعا يا حياتي غير، احساسك خلى الدنيا وشكل الدنيا بعيني غير، طاير من الفرحة طاير، قلبي على نار ناطر، ثاير من الشوق ثاير، وحشني شوق الكويت يا تاكسي، خذني لها يا تاكسي، وبسكتك خلنا نمر ناخذ عطر رومانسي. سيدة صفطة ويلي يا 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 ويلي. انت العزيز انت وانت المهم انت اغلى ناسي كلهم، ولا تشتكي وتلوم، عمر الحزن ما يدوم، والعمر في كم يوم حتى نعيش هبه. انت ما انت يا حبيبي، انت ما انت لو جديد كيفك، جديد في جديد كيفك،
عديها هالمرة يا ولد، هذه آخر مرة. نسى جرحة ومرة. وينه حبيبي، وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شعلة مضيئة كلمة جريئة، وطني الغالي.